واش عارفين ان النجاح والفشل كيكملوا بعضياتهم، وبلا فشل مستحيل يكون نجاح؟ هذه من النقط اللي ناقشها مارك مانسون في كتابه فن اللامبالاة، الكتاب اللي غنحاولوا نشرحوه في هذه السلسله. الكتاب بادي بلا مقدمه، الكاتب مباشره دخلنا للباب الاول وسماه لا تحاول. بدا القصه لواحد الكاتب ومؤلف وكيتعتبر فيلسوف وشاعر سميتو تشارلز بوكوفسكي. كيقول مارك مانسون تشارلز في البدايات ديالو كان مدمن على الشراب والعيالات والقمر وغارق الكريديات، اي انه كان عالي على المجتمع. حاول بزاف يكون مؤلف وشاعر ولكن ما قدرش، وكان في كل مره كيحاول كيفشل، واي حاجه الفها ما كيلقى حتى شي دار نشر اللي تنشرها ليه. مده 30 سنه وهو كيحاول، ملي كان عمره 20 سنه الى ان وصل ل 50 سنه. وشحال ما كان كيفشل كان كيزيد يسخط على الوضعيه ويزيد في الشراب والفساد والقمر. 30 سنه وهو كيحاول، ملي وصل ل 50 سنه صافي هز الرايه البيضاء كما كنقولوا واعترف بالفشل ديالو. قال انا صافي فاشل، وبقى في خدمته اللي كانت في مكتب بريد. واول ما اعترف بالفشل ديالو جا عارض من دار نشر صغيره، شافوا فيه نوع من الكفاح وبحال الا قلتي بقى فيهم وتعاطفوا معاه، وقالوا ليه ننشروا ليك، ولكن الثمن كان شبه معدوم. نازل على الخدمه ديالو والتحق بهم وقرر يمارس الشغف ديالو في الكتابه واخا يكون غادي يتشرد. وغير التحق بهم الف روايه في 3 سيمانات الاولى وسماها اسم بسيط جدا مكتب البريد، وكتب بلاص الاهداء مهدات الى لا احد. الغريب انها لاقت النجاح مذهل وحققت ليه اللي كان كيحلم به طيله 30 سنه، ارباح خياليه. وموراها كتب اكثر من 6 الروايات ومئات القصائد وباع اكثر من مليوني كتاب. الغريب في القصه ان بوكوفسكي ملي مات وصاهم يكتبوا على القبر ديالو لا تحاول. هنا ما تفهم والو، فهمت السطا. واحد حياته كامله وهو كيحاول كيقول لك لا ما تحاولش، بحال الا كيقول ما تحاولش تنجح وخاصك تعترف بالفشل ديالك. وعلاش تحلم اصلا بشي حاجه انت ما تقدرش تكونها؟ بلاتي عرفت انك لحد هنا ما فهمتي والو ومستغرب بحالي كيفاش شي كاتب يقول هاد الهضره، ولكن ما تحكمش على الكتاب وانت يلاه بديتيه، كمل وغتفهم. مارك مانسون ربط هاد القصه بالكتاب باش يوصل لنا انه ما تحاولش تنجح بالمقارنه ديالك بشخص اخر. ما ديرش مقارنه بينك وبين الناس، خصوصا اللي كتشوفهم على مواقع التواصل الاجتماعي. على سبيل المثال انستغرام، كتلقى كلشي سعيد، كلشي فرحان، كلشي لابس مزيان، كلشي وصل للاحلام ديالو. كيبداو يمثلوا عليك المثاليه، وكتلقى بالخصوص البنات كيشوفوا الحياه السعيده في انستغرام. شوف شنو شريت، شوف شنو جاب لي راجلي، وهما كلشي داكشي تمثيل. وهذيك راه خدمتهم مصدر دخل بالنسبه لهم. كتلقى صوره وحده تعاودت 100 مره باش تحط ديك الصوره اللي انت كتشوف فيها وكتعجبك، والفيديو تصور عشرات المرات باش يخرج كما كتشوفو انت، وبلا ما تحس كتلقى راسك خارج من الموقع وانت ساخط على الوضعيه. كيقول مارك مانسون لا تحاول ان تقارن نجاحك بنجاح الاخرين، حيت هذا الشيء غيؤدي بك للحلقه الجحيميه كما سماها هو. وهي حاله غريبه بزاف، يمكن تكونوا عايشينها او فايت لكم عشتوها من قبل. كيقول مارك مانسون تخيل انك كتخاف من شي حاجه معينه، وهذا الخوف كيخليك ما قادرش تزيد خطوه لقدام جهه ديك الحاجه اللي انت كتخاف منها، وكتبدا تسول راسك علاش انا اصلا خايف من هذه الحاجه، وكتولي خايف من داك الخوف اللي كيشدك تجاه ديك الحاجه، اي انك كتولي في دوامه، وهذه اللي كتسمى الحلقه الجحيميه. وعطى مثال اخر، كيقول تخيل انك معصب بسبب شي مشكله او شي شخص معين، وكتعصب من راسك لانك تعصبتي على شي حاجه اصلا ما كتستاهلش انك تعصب عليها، وبالتالي كتكتشف انك وليتي عصبي وكتعصب حيت انت وليتي عصبي. وتقدر تكون اصلا كتكره الناس العصبيين، فكتولي كتكره راسك حيت وليتي كتعصب دغيا. واش رديتي البال راسك دابا؟ انت دخلتي للحلقه الجحيميه. كيقول مارك مانسون اسمع، هذا جزء من جمال انك انسان، وتاكد انك انسان طبيعي، وهذا الشيء اللي كيوقع لك راه طبيعي بزاف. وخاصك تعرف ان المخلوق الوحيد اللي كيقدر يفكر في الافكار ديالو هو المخلوق البشري، وهذه راها نعمه من عند الله. فاذا كنتي كتعيش هذه الحلقه فتاكد انك انسان بكل ما تحمله الكلمه من معنى، وما تبقاوش تقارنوا ريوسكم بحتى شي حد او النجاح ديالكم بالنجاح ديال الاخرين. وكيقول مارك مانسون جدودنا ملي كانوا كيدخلوا في هذه الدوامه كيدوزوا منها واحد المده وكيخرجوا عادي، اما حنا الا واجهنا هذه الصعوبات في الحياه ديالنا وخسرنا او فشلنا كندورو كنلقاو كلشي واصل، كلشي ناجح، كلشي دار الديور، كلشي دار الفلوس، كلشي دار الطوموبيلات، كلشي سعيد، كلشي فرحان، فكنبداو كنلوموا ريوسنا ونرجعوا للحلقه الجحيميه من جديد. فكتلقى راسك ساخط على الوضع لان الوضع اصلا ما عجبكش، وكتولي ساخط على انك ساخط على الوضع، فكترجع للحلقه او الدوامه ديالك اللي كنتي فيها. كيقول الحل هو انك تصالح مع الواقع ديالك وتعترف انه كما كاين النجاح كاين الفشل. دابا ولا المجتمع ديالنا كله كيبين المثاليه، وليتي كتلقى بنادم واصله فيه العظم ومخبي وكيضحك حيت الا بكى وغوت وقال المشكل اللي عنده بحال الا دار شي جريمه. الحياه فيها الحلوه والمره فيها الحزن وفيها البكاء وفيها الفرح. كيقول الا بقيتي مركز وكتلح على انك تكون ناجح بزز اكثر من اللزوم وتكون فرحان دائما، كيقول الا زاد هذا الالحاح ديالك على الاغلب فغادي تقلب عليك بالعكس ديال داكشي اللي باغي. داكشي علاش كتحتاج هنا الفن اللامبالاه،
وتجلس مع راسك وتصالح مع الواقع ديالك. ومارك مانسون ما قصدش انك ما تسعاش انك تغير الواقع ديالك او انك تسعى نحو النجاح في اي مجال، لا، هو قصد ان الناس اللي كيبالغوا في الايجابيه وما كيقبلوش السلبيه تكون في حياتهم، وهما خاصهم ما يخسروش دائما ويكونوا دائما ناجحين. كيقول شحال ما كنتي كتجري ورا انك تبان حسن من كل شيء، شحال ما بنتي قل منهم، وشحال ما جريتي ورا الفلوس وبغيتي تولي ثري، شحال ما حسيتي بانك فقير وما عندك حتى قيمه، وشحال ما بغات المراه تكون زوينه ومرغوبه وتبان حسن من كل شيء، شحال ما بدات كتشوف راسها خايبه وبشعه. وهنا حط واحد المثال وقال بحال الا كنتي غادي لدارك وطيتي في مقاطع وكان كيحرقك في رجلك، شحال ما زدتي لقدام شحال ما حسيتي بالدار كتبعد عليك. كيقول مارك مانسون باللي الالم والمشقه اللي كتعرض ليهم انت كدير الرياضه هما اللي كيخليوك توصل لصحه افضل. ورجال الاعمال الفشل الاول ديالهم هو مناش كيتعلموا وكيوصلوا للنجاح اللي كيوصلوا ليه. وكيقول اي حاجه ليها قيمه في الحياه كنوصلوا ليها بالتغلب ديالنا على التجارب السلبيه اللي كتكون معاها، واللي كيهرب من السلبيات كيتجنبهم كيكون عنده اثر عكس اللي بغاه، واللي كيتجنب المعاناه راه هذيك معاناه بحد ذاتها. وكاينين الناس من كثرة ما ولاو كيشوفوا المثاليه كيستعروا من خدمتهم وكيحشموا انهم يقولوا فاش خدامين، وكاين اللي كيحشم وما كيرضاش يقول انني ما كنولدش او انني عقيم، او لا والدي كيكونوا مثلا مطلقين وتفارقوا، وكتولي كتهرب من الناس باش ما يعرفوش. هنا كيخصنا بصح نخدم فن لا مبالاه. واش عرفتوا ان الدراسات النفسيه تبتت انك شحال ما كنتي كامبو شحال ما غتكون فرحان؟ وباش نفهمكم كنقصد انك شحال ما كنتي ما فاهمش ومسوقش لداك الشيء اللي داير بيك، شحال ما كنتي بخير وعلى خير وفرحان، كل ما زادت لا مبالاه عند الانسان كل ما زادت السعاده ديالو. واختم مارك مانسون هذا الفصل بالغايه ديالو من هذا الكتاب، هو انك تشوف الحياه ديالك وتحدد شنو اللي بصح محتاج انك تهتم به، والحاجه اللي اصلا خاصك تخدم فيها اللامبالاه. خاصك ما تهتمش بكل شيء واي مشكل تتعامل معاه ببروده، حيت الخساره سواء تعصبتي او تعاملتي بفن اللامبالاه غادي تكون. فبالتالي الاحسن انك تخدم فن اللامبالاه وخلي التعصب للاشياء الاكثر اهميه واللي كتستحق بصح انك تعصب وتدخل بسببها في الحلقه الجحيميه. كان هذا الفصل الاول من كتاب فن اللامبالاه. كنتمنى ان الجرعه اليوم كانت مفيده لكم، وان شاء الله الجرعه الجايه تكون افضل وافضل. ما تنسوش تشاركوا الفيديو، وإذا عجبكم المحتوى شاركوا في القناه. شكرا على حسن الاستماع، استودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه، والى اللقاء.